يا مساء الخير وصباح الخير على كل اللي بيتفرجوا علينا في اي مكان وفي اي زمان. وحشتكم من الفيديو اللي فات، جايلكم فيديو طحن الطحن، فيديو من اللي بيفرم وبيحرق الدم بجد. الغسيل، يانا يما من الغسيل، يانا يما يانا. وجوزي يجي يقول لي انت بتخلصي المسحوق في ايه؟ انا عاوز اعرف المسحوق اللي انا بجيبهولك ده كله بتخلصيه في ايه؟ زوجي العزيز، احب اوجه لك الفيديو ده واحب اخليك تتفرج عليه مشاهدة وكل حاجة. انا بطحن، انا بتفرم يا جدعان. انا والله العظيم تعبت، والله العظيم ما عارفة اعمل ايه. انا بقوم ألم غسيل واغسل غسيل وانشر غسيل والم غسيل واطبق غسيل، وبعدين اغسل غسيل تاني واروح انشر الغسيل تاني، واللي انا لميته اروح اطبقه تاني. انا يومي بينتهي بغسيل وبيخلص بغسيل. وفي الاخر يجي يقولي هو انتي بتغسلي ايه عشان المسحوق ده كله يخلص؟ معلش، اصل انا بجيب غسيل الناس اغسله معايا، عايزة احنا بنجيب المسحوق عشان نغسل غسيل الناس. يا شيخ ده الدولاب ما بيلحقش يترص من كتر ما احنا بنشيل ونحط نشيل ونحط. ده انا بتعب، ده انا حطيت الهدوم بتاعت الشتوي يومين على الارض جالي هبوط من كتر ما انا ما عدتش قادرة اعملها. حرام عليكم، ايه ده؟ هي الناس كلها كده ولا انا لوحدي؟ يعني هي الناس كلها عايشة في الغسيل، واللي جابوا الغسيل واللي يشتروا الغسيل واللي يطبقوا الغسيل ويعلقوا الغسيل. طب انا عايزة اسألكوا على حاجة، هو انا الوحيدة اللي بغير فوط الحمام كل يوم؟ يعني هو ده الطبيعي بتاع البني ادمين؟ انا بغير فوط الحمام كل يوم يا جدعان. يعني بنستعمل عدد افراد الاسرة، ما حد ما يعرفش انا الكلام ده. انا عندي ربنا يخلي ولادي كل واحد بعمل له فوطه، وانا وجوزي فوطه، وطبعا على الفوطه بره بتاعه حوض الوش فوطه. انا بشتل كل ده احطه في الغساله، والصبح اطلع مكانه واشتل كل ده. يعني بالليل كده بناخد اخر شاور بقى عشان ندخل على السرير بعد المفرمه اللي احنا عشناها، برمي الفوط كلها في السبت. فانا كده، يعني انتوا كلكم كده ولا هو انا اللي بني ادم غريب؟ اعمل ايه يعني؟ اعمل ايه في المسحوق؟ ما بيكفيش. الله، انا عايز اعرف في حد غيري مش بس بيشتكي من الغسيل، بيشتكي من المسحوق؟ ما تنسوش اللايك والنبي.